بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الإعدادي إن شاء الله هنحل التمارين كتاب المعاصر. تمارين 4 على درس متوازي الأضلاع في حالاته الخاصة. احنا صفحة 160 من كتاب المعاصر. وأول سؤال بيقول أكمل ما يأتي. متوازي الأضلاع الذي قطراه متعامدان يكون. أنا عندي قطرين متعامدين يا إما في المربع أو في المعين. طب أنا أقول إيه هنا؟ يا إما معين يا إما مربع. طبعا المربع قطران متعامدان، بس مش متوازي أضلاع قطران متعامدان فقط، لا، ده جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه قائمة. وبالتالي هو ذكرني خاصية واحدة بس، هذه الخاصية الواحدة موجودة في المعين، لكن ما جابليش خواص تانية موجودة جنب تعامد القطرين، فبالتالي يكون معينا أو يكون معين. متوازي الأضلاع الذي قطراه نقط يسمى مستطيل. طبعا القطرين في متوازي الأضلاع ننصف كل منهما الآخر. في المستطيل طبعا ينصف كل منهما الآخر، بس المستطيل بيزيد حتة صغيرة، إن القطرين متساويين في الطول، فبالتالي الذي قطراه متساويان يسمى مستطيل. طبعا متساويان في الطول. متوازي الأضلاع الذي قطراه متساويان في الطول ومتعامدان. هنا بقى فيه خواص أكتر في الأقطار. متساويان في الطول ومتعامدان. طبعا ده مش معين، لأن القطرين في المعين مش متساويان في الطول، وبالتالي متساويان في الطول ومتعامدان يبقى ده مربع على طول. ليه بقى؟ أنا عندي متوازي الأضلاع، القطر ده غير القطر ده في الطول، طبعا اعذروني في الرسم يعني. ليه؟ القطر الواصل ما بين الزاويتين المتقابلتين اللي مجموعهم أصغر من الزاويتين التانيين هو الأطول في متوازي الأضلاع، والمعين هو القطر الأطول. ولكن طبعا في المستطيل جميع الزوايا متساوية وقائمة، وبالتالي بيكون القطرين في المستطيل متساويين في الطول. في المعين في المربع طبعا بيكون متساويين في الطول ومتعامدان، لأن طبعا ده نتيجة لأن زوايا المربع متساوية وقائمة. الشكل الرباعي الذي أضلاعه متساوية في الطول يسمى. أيوة. طبعا عندي في أشكال الرباعية اللي أضلاعه متساوية في الطول شكلين اتنين، المعين والمربع. طب أنا أقول أنهي واحد فيهم؟ قال لي هو متساوية في الطول فقط، ما قاليش أي حاجة تانية، فبالتالي هذه الخاصية تتوفر في المعين، لأن المربع تتوفر فيه خواص أكتر، أضلاعه متساوية جميع زواياه قائمة، قطراه متعامدان ومتساويان في الطول، وهكذا. بالتالي قال لي خاصية واحدة خلاص يبقى المعين. الشكل الرباعي الذي قطراه ينصف كل منهما الآخر يسمى. طبعا قال لي هنا قطراه ينصف كل منهما الآخر فقط، يبقى ده على طول يسمى متوازي أضلاع. لا قال لي بقى متساويين في الطول، لو كان متساويين في الطول هيبقى مستطيل. لو قال لي متعامدان هيبقى معين. متعامدان ومتساويين في الطول هيبقى مربع، وهكذا. المستطيل طبعا هو ايه؟ كل الاشكال طبعا معين او مربع او مستطيل، دي كلها متوازيات اضلاع. المستطيل طبعا
هو ايه؟ احدى زوايا قائمة، اكيد هو متوازي اضلاع، احدى زوايا قائمة، وطالما هو احدى زوايا قائمة يبقى جميع زواياه الداخلة قائمة، هو متوازي اضلاع. المعين هو نقط قطراه متعامدان، فاكيد هو متوازي اضلاع. ما اقدرش أو اقول عليه مستطيل، لان القطرين المستطيل طبعا ليس متعامدان ولا مربع، لان في فرق ما بين المعين والمربع. المعين المربع جميع زواياه قائمة، المعين لا. هو المعين والمربع بيتشابهوا في حاجات، ان اضلاعهم الاربعة متساوية في الطول. القطرين في المعين والمربع متعامدان. القطرين متساويان في الطول في المربع، في المعين لا. يبقى المعين هو متوازي اضلاع قطراه متعامدان. المربع هو نقط احدى زوايا قائمة زي المستطيل. زي المستطيل، ما هو حالة خاصة متوازي الأضلاع، ممكن اعتبار المربع هو حالة خاصة من المعين. فالمعين هو متوازي الأضلاع طبعا، قطران متعامدان، أو جميع أضلاعه متساوية في الطول، أو كل ضلعين متتاليين متساويين في الطول. يبقى المربع هو معين إحدى زواياه قائمة. ليه أنا قلت هو معين؟ ليه؟ طبعا لأن جميع أضلاع المعين متساوية في الطول، والمعين حالة خاصة من متوازي الأضلاع، والمربع حالة خاصة من المعين. المربع قطراه متعامدان زي المعين بالظبط، ولكن يمتاز المربع عن المعين ان قطر المربع متساويين في الطول، بس هما الاثنين بينصف كل مربع الاخر في المعين. المعين الذي قطراه متساويان في الطول يسمى مربع. المستطيل الذي قطراه متعامدان يسمى. طبعا المستطيل لو قطران متعامدان اكيد بقى مش هيبقى مستطيل، هيبقى مربع، لان ساعتها هيبقى جميع اضلاعه متساويه في الطول. لما مربعا. المستطيل الذي فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول. ضلعان متجاوران متساويان في الطول يعني جميع اضلاعه متساويه. والمستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين. لو فيه ضلعين متجاورين متساويين في الطول يبقى جميع اضلاعه متساويه، طبعا يسمى مربع. لان المستطيل جميع زواياه قائمه، وهيبقى فيه ضلعين متجاورين متساويين في الطول، يعني جميع اضلاع متساويه. في هذه الحاله نقلب المستطيل بقى مربع. اذا كان س ص بيوازي ع ل، وس ص بيساوي ع ل، فان الشكل الرباعي س ص ع ل يسمى. طبعا متوازي الاضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. فادي س ص عين لام. انا عندي س ص بيوازي عين لام، وفي نفس الوقت بيساويه في الطول، يبقى الشكل س ص عين لام ده متوازي اضلاع على طول. اذا كان ا ب ج د معينا فان يبقى القطرين، دي علامة التعامد، يبقى القطرين متعامدان. يبقى ا ج عمودي على ب د. ما هو احنا لو رسمنا المعين كده، ده ا ج القطر الاولاني، وب د القطر الثاني، يبقى ا ج عمودي على ب د. محيط المربع بيساوي ايه؟ طبعا الاضلاع كلها متساوية، فبالتالي 4 في طول الضلع.
او طول الضلع في 4. محيط المستطيل انا عندي 2 طول قد بعض طبعا، و2 عرض قد بعض. يعني حتى انت لو مش فاكر القاعدة دي او القانون ده، محيط المستطيل بيساوي ايه؟ لو افترضنا ان عندي مثلا بيساوي طول، وقصاده الناحية التانية زائد طول، زائد عرض. انا مش عاوز ارمز للطول مثلا بسين او العرض بصاد، لا خلينا كده نتكلم بالعربي، زائد عرض. يعني 2 طول و2 عرض. 2 طول زائد 2 عرض. اخد 2 عامل مشترك، يبقى 2 مضروبة في مين؟ في الطول زائد العرض. انتوا حافظينها كده من الابتدائي، محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2. انا بقول لك لو نسيتها تقدر تجيبها بطريقة سهلة ومبسطة ازاي. يبقى محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2. محيط المعين زي مربع بالظبط، طول الضلع في 4. السؤال اللي بعد كده، المعين الذي محيطه 42 سم يكون طول ضلعه. طبعا مجموع أطوال أضلاعه 42 سم اللي هو المحيط، فبالتالي طول الضلع، لأن المعين متساوي الأضلاع في الطول، طبعا الأضلاع كلها متساوية في الطول، فبالتالي طول ضلعه 42 على الأربعة، يعني 10.5 سم. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. قطر المستطيل متعامدان ولا متساويان في الطول، ولا متساويان في الطول ومتعامدان، ولا ينصفان زواياه الداخل؟ طبعا متعامدان دي غلط، لأن القطران متعامدان في المعين والمربع، مش في المستطيل. متساويان في الطول مظبوط، وينصف كل منهما الآخر. متساويان في الطول ومتعامدان برضو غلط، لأنهم مش متعامدان، متساويان في الطول فقط. ينصفان زواياه الداخلة، طبعا ده في المعين والمربع، يبقى الإجابة ب. قطر المعين متعامدان وغير متساويان في الطول، دي إجابة مظبوطة فعلا، هما متعامدان وغير متساويان في الطول. متساويان في الطول وغير متعامدان طبعا دي غلط. متعامدان ومتساويان في الطول طبعا غلط، لأن هما مش متساويان في الطول، هما متعامدان فقط. غير متساويان في الطول وغير متعامدان ده غلط طبعا، هم غير متساويان في الطول لكن هم متعامدين. فالإجابة المضبوطة الإجابة ألف، اللي هم متعامدان وغير متساويان في الطول. قطر المربع متعامدان فقط، لا طبعا ده هم ليهم مزايا تانية أو خواص أخرى. متساويان في الطول فقط برضو هم ليهم خواص أخرى. المربع طبعا قطره متعامدان متساويان في الطول، ينصف كل منهما الآخر، وينصفان زوايا المربع طبعا. فمتعامدان ومتساويان في الطول دي مظبوطة، غير متساويان في الطول وغير متعامدان دي غلط طبعا، يبقى الإجابة ج. إذا تساوى طول ضلعين متجاورين في متوازي الأضلاع كان الشكل مربعا ولا معينا ولا مستطيلا ولا شبه منحرف؟ طبعا ضلعين متجاورين متساويان في الطول أكيد مش هيبقى مستطيل. مستطيل الضلعان المتقابلان متساويان في الطول طبعا، وطبعا مش شبه منحرف. فهنا عندنا طبعا المربع والمعين. في متوازي الأضلاع لما يكون في ضلعين متجاورين متساويين في الطول أكيد كله أضلاع متساوية، فأكيد على طول هيبقى معين، لأن هو ما جابليش غير الخاصية دي، خاصية لما يبقى متوازي الأضلاع إمتى نسميه معين؟ يبقى كل ضلعين متجاورين متساويين في الطول. الخاصية دي موجودة في المربع، بس مربع فيه عشان أسميه مربع لازم له خواص أخرى.
زوايا قائمة، والقطرين متعامدان ومتساويان في الطول. في حاجات تانية كتير، بس هو قال لي خاصية واحدة: متجاورين. يبقى خلاص الضلعين متجاورين متساويين، يعني أضلاع متساوية كلها، يبقى هيبقى معين على طول. المربع بقى حالة خاصة من المعين، يبقى الإجابة ب. إذا كان ألف ب ج مستطيل، فيه ألف ج 5 سنتي اللي هو القطر الأولاني بتاعه، فإن ب د أكيد القطر الثاني هيساوي القطر الأولاني، 5 سنتي هو الآخر، يبقى الإجابة ب. إذا كان ألف ب ج ده المربع، فإن قياس زاوية ج ألف ب، دي مش إحدى زوايا المربع. عندك المربع أهو، ألف ب آه وعاوز إيه؟ قياس زاوية ج ألف ب، يعني الزاوية دي. القطرين طبعا في المربع بينصفها زاوية الرأس، فبالتالي زاوية ج ألف ب هتبقى 45، لأن زاوية ألف كلها 90 درجة طبعا، وكذلك جميع الزوايا الداخلة، زاوية د وزاوية ج وزاوية ب، فيها 45 درجة. إذا كان ألف ب ج د متوازي أضلاع، فيه قياس زاوية ألف تساوي قياس زاوية ب. يعني عندي ألف ألف ب ج د ده متوازي أضلاع، قياس زاوية ألف بتساوي قياس زاوية، يبقى على طول متوازي الأضلاع ده مستطيل، طالما الزاويتان المتتاليتان متساويتان، ده بقى أكيد ده مستطيل. ما أقدرش أقول عليه مربع، لأن المربع بيحتاج خواص أكتر من كده، والمعين برضو بيحتاج والمعين طبعا مفيهوش الزوايا المتتالية متساوية، طبعا ده أكيد مش معين، ومش شبه منحرف، وهو يا إما مستطيل يا إما مربع. لا، هو مش مربع، لأن المربع طبعا ممكن يكون الزوايا المتتالية متساوية والأضلاع مش متساوية، يبقى هو ده أكيد مستطيل. إذا كان ألف ب ج د معينا في قياس زاوية ألف ج ب، 32 درجة، فإن قياس زاوية د بتساوي زاوية ألف ج ب 32، يبقى زاوية ج كلها كام؟ 64. يبقى زاوية ألف كلها كام؟ 64، هي زاوية مقابلة ليها فبتساويها 64 و64 128. يبقى ب زائد د 360 ناقص 128، 360 ناقص 128، 360 ناقص 128 يساوي 232 درجة، و232 على الاتنين 116 درجة، يبقى زاوية د 116 وزاوية ب 116 درجة، يبقى الإجابة دي. السؤال الثالث في الشكل المقابل: ألف ب ج د مستطيل، ألف ج 6 سنتي، ج د 2 سنتي، م نقطة تقاطع القطرين، أكمل ما يلي. ألف ب بيساوي كام؟ طبعا ألف ب ده مستطيل، يبقى كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، يعني ألف ب هيساوي د ج هيساوي 2 سنتي. د م يساوي كام؟ د م ده نص القطر اللي هو ب د، أنا عندي القطرين متساويين، يعني ب د بيساوي ألف ج، يعني ب د كله بيساوي 6 سنتي، لأن ألف ج 6 سنتي، يعني نص القطر ب د اللي هو م د أو د م 3 سنتي. وهيئة المثلث ألف ب م، طبعا مجموع أطوال أضلاعه، عندك ألف ب 2
ب م احنا قلنا ده نص القطر يعني 3 سنتي، ب م بيساوي د م، وألف م برضه 3 سنتي، يبقى 3 و3 6 و2 8. السؤال رقم 4 في الشكل المقابل: أ ب ج د مربع طول ضلعه 4 سم، واو تنتمي لب ج بحيث قياس زاوية واو أ ج 25 درجة. الزاوية دي ه تنتمي لب ج. أكمل ما يأتي. محيط المربع بيساوي طبعا طول الضلع في 4، 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 يعني 4 في 4 في 16 سم. قياس زاوية أ ج ه. قياس زاوية أ ج ه تساوي قياس زاوية أ ج د زائد قياس زاوية د ج ه. الزاوية دي القائمة دي. أنا عندي أ ج ده قطر في المربع ده، يبقى بيقسم زاوية الرأس القائمة ديت اللي هي زاوية ج دي قائمة إلى نصفين متساويين، كل واحد فيهم 45، يعني زاوية أ ج د دي 45، وبالتالي زاوية أ ج ه كلها 45 زائد 90 اللي هي زاوية د ج ه، يعني 135 درجة. عاوز بعد كده قياس زاوية أ واو ج. أنا عندنا المثلث أ واو ج مجموع زاوية طبعا 180، عندي دي 25، وعندي زاوية أ ج واو 45 برضو قد ديت، يبقى 25 و45 كام؟ 70 درجة. يبقى قياس زاوية أ واو ج 180 ناقص 70 يعني 110 درجة. السؤال اللي بعد كده: عين قياسات الزوايا المشار إليها بعلامة استفهام في كل شكل من الأشكال الآتية. الشكل واحد ده متوازي أضلاع، عاوز الزوايا دي طبعا. طب نبدأ بالزاوية ب د أ، إيه هي الزاوية دي؟ الزاوية دي تساوي زاوية د ب ج طبعا بالتبادل، لأن أ د بيوازي ب ج وب د قاطع له، يبقى دي 40 درجة. وكذلك زاوية ب د ج برضو بتساوي قياس زاوية أ ب د برضو بالتبادل، لأن أ ب بيوازي د ج وب د قاطع له، يبقى دي كمان هي الأخرى 80 درجة. وبالتالي بعد كده عاوز زاوية ج. طب زاوية ج طبعا في متوازي الأضلاع كل الزاويتان متتاليتان مجموعهم 180، أو لو قلت إن أ ب بيوازي د ج وب ج قاطع لهما، يبقى الزاويتين دول داخلتان وفيها واحدة من القاطع، يبقى هما متكاملتان يعني مجموعهم 180. يبقى زاوية ج زائد زاوية ب كلها 180، يعني زاوية ج 180 ناقص 80 و40 يعني 180 ناقص 120 يعني 60 درجة. وبالتالي زاوية أ الأخرى 60 درجة لأنها تقابل زاوية. الشكل التاني مربع، القطر طبعا بيقسم زاوية الرأس طبعا، فبالتالي إلى زاويتان متساويتان. طبعا زاوية الرأس ديت 90 درجة، فبالتالي دي 45 ودي 45 ودي برضو 45 ودي 45، لأن دي كلها طبعا 90 ودي 90 ودي 90 هي الأخرى. الشكل اللي بعد كده ده معين، يعني القطر بيقسم زاوية الرأس إلى زاويتان متساويتان، فبالتالي زاوية عين لام صاد هتساوي زاوية س لام صاد، كل واحدة فيهم طبعا 35 درجة. كذلك برضو الزاوية دي 35 ودي 35، لأن زاوية صاد كلها في المعين تساوي زاوية لام، زاويتين متقابلتين. ده معين كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس
المعين ومتوازي الأضلاع. طبعا ديت وبرضه في المستطيل والمربع، بس المستطيل والمربع معروف يعني ان جميع زواياه قائمة، فأكيد متساوية، زواياه متساوية في القياس. زاوية س تساوي زاوية ع يعني 110 درجة. الشكل اللي بعد كده مستطيل. طبعا م ط بيوازي ن ه وم ه قاطع لهم، يبقى الزاوية ديت بتساوي زاوية ط م ه في وضع تبادل هما الاتنين بالتبادل، يعني دي زاوية 30 درجة. وبالتالي الزاوية اللي جنبيها ديت 90 ناقص 30 60 درجة. وبالتالي الزاوية دي برضو 60 درجة، لأن 30 زائد 60 90. الزاوية زاوية ن ي ه برضو بتساوي 120 درجة، ده طبعا بتساوي بالتقابل بالرأس 120 درجة. الأربع زوايا دول مجموعهم 360 متجمعين حول نقطة ي اهي، يبقى مجموع دي وديت 120 و120 240 من 360، يبقى 120. اتفضل هنا برضو 120 على الاتنين، يبقى كل واحدة فيهم 60 درجة، يبقى دي 60 ودي 60 درجة برضو. في تاني زوايا طبعا في المثلث م ي ط 30 و20 كام؟ 120 150، يبقى الزاوية دي كام؟ 180 ناقص 150 يعني 30 درجة. وكذلك المثلث ده ادي 60 وادي 60، يبقى ده الاخر 60. واعتقد جبنا كل الزوايا في هذا الشكل. السؤال السادس في الشكل المقابل أ ب ج د مستطيل ه تنتمي ل ب ج، بحيث ان قياس زاوية د ه ج 46 درجة د ه ج، وقياس زاوية أ ب أ ه ب أ ه 44 درجة. فاحسب قياس زاوية أ ه د. أنا عاوز يحسب الزاوية دي. عشان أجيب الزاوية ديت طبعا في طرق كتير ممكن تجيب بيها الزاوية دي، هنختار طريقة سهلة منهم. طبعا ه تنتمي ل ب ج، يعني ب وه وج على استقامة واحدة، يعني الزاوية دي كلها زاوية مستقيمة يعني 180 درجة. يبقى عشان نجيب الزاوية دي زاوية أ ه د، لازم نجيب زاوية أ ه ب، وعندنا الزاوية التانية د ه ج، فهنجمعهم مع بعض وهنطرحهم من 180 هيدينا زاوية أ ه د. طب نشوف زاوية أ ه ب الأول. زاوية ب 90 درجة لأن الشكل ده مستطيل. 90 زائد 44 يعني 134، يبقى زاوية أ ه ب 180 ناقص 134. 180 ناقص 134 46 درجة، يعني زاوية أ ه ب 46 درجة. يعني زاوية أ ه د بقى 180 ناقص ضعف ال 46، 46 زائد 46 يعني 80 12 92، يعني زاوية أ ه د 180 ناقص 92. طبعا 180 ناقص 92 هيديك على طول 88 درجة، اللي هي زاوية أ ه. الشكل المقابل أ ب ج د معين ب د قطر فيه، وقياس زاوية أ ب د 62 درجة. أوجد بالبرهان قياس زاوية أ. عاوز قياس زاوية أ.
طبعا أنا عندي ألف ب ج د ده معين، ب ده القطر فيه. القطر بيقسم زاوية الرأس لزاويتين متساويتين، يعني زاوية ب كلها 62 زائد 62 يعني 100 124 درجة. وبالتالي أنا عندي زاوية ألف زائد قياس زاوية ب، قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب أكيد 180، لأن دول زاويتان متتاليتان في المعين. أو لو حسبتها من ناحية التوازي، ألف د بيوازي ب ج، وألف ب قاطع لهم، يبقى زاوية ألف وزاوية ب كلها داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع ألف ب، يبقى مجموعهم الاتنين 180 درجة. وبالتالي زاوية ألف هيبقى 180 ناقص 124، يعني هيساوي 56 درجة لزاوية ألف. فبنكتب الكلام ده في صورة برهان طبعا بعد ما تكتب المعطيات والمطلوب. دلوقتي عاوزين نجيب بقية زاوية ب، فلازم نقول له زاوية د ب ج دي 62 هي الأخرى. ليه؟ لأن الشكل ده معين وب ده القطر فيه. يبقى بما أن ألف ب ج د معين وب د قطر فيه، إذا قياس زاوية ألف ب ج تساوي 2 في 62 درجة طبعا، يعني بيساوي 124 درجة، لأن القطر بيقسم زاوية الرأس زي ما قلنا لزاويتين متساويتين. طيب أنا عندي ألف د بيوازي ب ج وطبعا أو ده ممكن تقوله ده معين، يبقى أي زاويتين متتاليتين فيه زي متوازي المستطيلات مجموعهم 180 درجة. وبما أن زاوية ألف وزاوية ب زاويتان متتاليتان في المعين، ألف ب ج د، إذا قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب تساوي 180 درجة. إذا قياس زاوية ألف بتساوي 180 بقى ناقص قياس زاوية ب. طيب قياس زاوية ب طلعناها بكام؟ ب124، بتساوي 180 ناقص 124، يعني هتساوي 56 درجة.